السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم خواتاتي؟ مرحبا بكم معايا في نوفال فيديو اللي جيتكم برولي تاع البطاطا اللي يجي بزاف بزاف شباب او ميم طون بنين وسهل اقتصادي. اخوات اللي اول مره يزوروا قناتي ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتتبعوا معايا الفيديو. نتمنى تعجبكم القناه تاني وما تنساوش زر الاعجاب في طريقكم. تتبعوا معايا الوصفه لنهار اليوم اللي راح تجي بزاف 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 بنينة وسهلة. قدمتها مع سلطة خضراء كيما هكا وحبة زيتون وكاع. تجي قمة في البنة. وتقدروا تعتمدوها في شهر رمضان المبارك إن شاء الله. ربي يبلغنا وإياكم شهر المبارك. كما كنتوا معايا جبت 4 حبيبات تاع بطاطا متوسطين. بعد ما نقيتهم وغسلتهم بيان جيت ربيتهم في الغليظة مليح. نربي كامل الكمية ونولي معاكم. راني دايره ديجا المقله تاعي على النار تحمى مع شويه تاع الزيت. شوف راني الزيت تاعي سي بون راهي حمات. نحط عليها هذيك البطاطا ونخليها تتقلى. ندير عليها رشه نتاع الملح ونخليها تطيب لي شويه. ما راحش نطيبها كامل نطيبها نص طياب. هذا مكان ما تنساوش تغطوها باش ما تنشف لكمش. صاي يعني ما نطيبوهاش 100%. يعني نص طياب. هذا مكان في هذه الاثناء جبت هنايا عندي هاد البصل شويه رقيق. يعني راح يجيكم قيس حبه صغيره نتاع بصل هذاك العادي. قطعتهم كما تشوفوا معايا مربعات. وهنايا هذيك البطاطا كانت طابت لي نص طياب نحيتها من على النار كما راكم تشوفوا معايا. شوفوا معايا ما راهيش يعني غير قسمت بارد شويه. حطيتها في ريسيبيون درت عليها كميه من المعدنوس. ونديروا معاها شويه تاع لي زيبيس. عندي شويه تاع الكركم شويه فلفل كحل وشويه نتاع الملح. هذا ما كان. هذا واش نحتاج. كما تقدري ديري شويه نتاع الكمون اذا حبيتي. يعني ما نكثروش عليها القرايص باش ما تجيش صامته. صح. نديرو معاها 3 حبيبات نتاع البيض. هنا كميه تاع البيض تبقى حسب الكميه نتاع البطاطا اللي راه عندك. درت 4 حبات متوسطين تاع البطاطا درت معاهم 3 حبيبات نتاع البيض. هنا البيض ضروري في الوصفه تاعنا. نديرو 3 حبيبات تاع البيض ونخلط هاد المكونات مليح مليح. راح تجي القوام تاعو يجي شويه مطلوق. راني مشعله الفرن تاعي ديجا على 180 درجه يسخن لي قبل ب10 دقائق هكا. جبت البلان تاعي حطيت عليه بابي كويسون تاعي شويه النوعيه نتاعه ماشي جيده. هذا علاش دهنته بيان بالزيت باش ما يلصقليش هاد الطبقه نتاع البطاطا نتاعي. نحط المحتوى نتاع الريسيبيون في البلا ونبدا نسوي السطح بيان يليق السمك تاع الطبقه تاعنا. ما يليق ما يكونش خشين وما يكونش رقيق. اذا رققتي بزاف راح يعني راح تقرمش لك من بعد هاد الطبقه نتاع البطاطا وتيبس لك. من الاحسن نديروها شويه شويه ماشي رقيقه شويه متوسطه. بعد ما دبلت لي هذيك البصله كنت حطيتها على النار درت فيها حبه تاع زروديه بعد ما ربيتها. يعني هاد المكونات اللي درتهم انايا يبقاو اختياريين يعني باش يوفوا لي الكميه. هذا ما كان راح ندير الحشوه نتاعي بالطون. درت شويه فلفل كحل وشويه نتاع الملح ونزيد نحطهم على النار حتى تزيد طيب لي هذيك الزروديه. نغطو باش ما تنشفناش كما قلت. بعد ما طابت لي هذيك البصله والزوديه ضفت معاهم علبه نتاع التونه. يعني كنت حاسبتها نتاع الزيت ما شفتش كامل النوعيه واش. حتى اللي فتحت الغطاء ولقيتها بالطوماطيس فتح معليش. يعني يفي بالغرض. تقدروا تضاعفوا الكميه نتاع الحشوه. انا ما غطيتيش كامل الطبقه نتاعي نتاع البطاطا غير النصف. هذا ما كانش. شوفوا البطاطا تاعي بعد ما خرجتها حاجه نتاع 10 دقائق حتى لربع ساعه روليتها كي بهذه الطريقه. يعني باش تطرالي وتسنحها بالخف من البابي كويسون. كي تعرق شويه راح تسنحها بالخف صح. حاجه تاع 5 دقائق هذا ما كان. نعاود نولي لها. شوف معايا كيفاش بدات تنحى غير وحدها. بورطو النوعيه نتاع البابي كويسون تاعي عيانه مشيت لتما كامل مي سلكت بها. نبدا نحط في هذيك لافاغ تاعي. تقدروا تعوضوا التونه هذيك بفيونداشي ببولياشي كيما تبغوا نتوما. انا استعملت هنايا غير طون ودرت غير نصف النصف الحشوه حطيتها غير في النص تاع هذاك الطبقه نتاع البطاطا. هذا مكان. وجبت حبات تاع الفرomاج. هنا تقدري تستعملي جبن مبشور تاني. انا خيرت هذا راح يعطيني ذوق بزاف. شوف هذا الجبن طاري يعطيك نتيجه احسن من الجبن المبشور. ونبدا الرولي في الرولي تاعي عادي. نسحفوا الرولي تاعنا غير بشويه بشويه بهذه الطريقه راها موضحه في الفيديو حتى ندور شويه عاد باش نحي البابي كويسون. بهذه الطريقه حتى نكمل الرولي تاعي كامل. طريقه سهله ماشي صعيبه. ديجا راني موجده ما قبل بابي كويسون. نحطها لي بلان تاعي باش نحط عليه رولي مور ما نكمل. صاي
والفرن تاعي خليته توجور شاعل، ما طفيتش عليه كامل باسكو كان تطفيه راح يبرد لك. خليه توجور سخون، خليته شاعل، زدت شعلت عليه من الفوق يعني، خليته وزدت عليه النار شويه من الفوق باش يتحمر لي. وراني موجده تاني الجبن المبشور اللي نحطه من الفوق. تقدري تعوضي هذاك الجبن المبشور بكريمة الجبن، يعني تحطيها كامل من الفوق عاد باش تدخلي الفرن حتى ديري كولير بزاف شابة. انا نوعية تاع الجبن كتاعي يعني ندمت ما درتش كريمة الجبن، كان استعملت كريمة الجبن حتى تعطيني نتيجة خير وخير. نرجع على الفرن حتى يذوب لي هذاك الفرماج كامل ويدي لي كولير بزاف شابة، ونخرجوه ونشوفوا النتيجة. بعد ما خرجت الرولي تاعي هذه هي النتيجة. شوفوا معايا كيفاش يجي. انا اختاريت يعني موسلي يكون مسنن نتاع المنشار، ونبداو نقطعوا فيه. من الاحسن ما نقطعوش مباشرة بعد ما نخرجوا من الفرن، يعني نخلوه شوية كي يبرد شوية يشد راسه ماشي كيما يكون سخون بزاف. ونقطع بهذه الطريقة كيما قلت موسى المنشار خير احسن، يعني باش يعطيكم نتيجة خير، يعني ما يخسرش لا فورم تاع الطرونش نتاعك. شوف كيفاش يجي من الداخل، يجي بزاف بزاف شباب وبنين يعني. روعة 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 الوصفة. بوغ فيها النيفيون داشي لا بولي اشي. جربوا الوصفة راح تعجبكم، وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك والجيم تاني في طريقكم. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.